السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ النهاردة على قناة شرح مختصر هشرح لكم موقع جديد ومفيد. موقع اسمه الشفا.com. شفاء هي كل احتياجات الصيدلية اونلاين، وعليها عروض وخصومات على المنتجات. اول حاجة، فكرة موقع شفاء بيتكلم عن الادوية. تعالوا نبص على الموقع ده. موقع الشفاء هو بيتكلم في حاجات كتير قوي. اول حاجة الروشتة والاقسام. تعال نشوف الاقسام. ادوية، عناية بالشعر، عناية بالبشرة، عناية يومية، الام، مكياج، مستلزمات طبية، فيتامينات، وهكذا. تمام، تعالوا نشوف، نرجع ورا. طيب، لو احنا عايزين خاطر نشوف الادوية مثلا، بنبحث عن دواء معين، نكتب كده مثلا سينا ويت، سينا ويت مثلا. طلع لنا اسم الدواء وكم ملي وبكام سعره ونضيفه ولا لأ، وهكذا. ممكن نخش على الدواء ذات نفسه، بيجيب كمان معلومات عنه وزمن التوصيل، بيتباع في أقرب صيدلية فين، وازاي نرجعه. دي فكرة نظرة عامة على مميزات المنتج سيناويت من خلال سعر وشراب. من خلال السعر نعرف أكتر عن المنتج، شروط استرجاع المنتج والصلاحية وهكذا. طيب، اوكي، عرفنا كمان حسب الحالة الصحية الروشتة كمان. تعالوا نشوف موضوع الروشتة ده. الروشتة عشان تبعتها لهم لازم تسجل أولا على الموقع. تاني حاجة، بتضيف صورة الروشتة اللي انت عايز تبعتها، وكمان بتكتب طلبك هنا، مثلا عايز مثال علبة كذا كذا، وتضيف كوبون الخاص بالتفعيل، كوبون الخصم والدفع طبعا. بعد كده بتعمل اتمام للطلب، فبيبعت لك على موقع الكتروني ازاي بيبعت لك الأدوية. تمام. طيب، تعالوا نشوف برضو الأقسام اللي عندهم، زي مثلا الأدوية، عناية بالبشرة والأم والطفل مثلا. كل مستلزمات الأم والطفل، زي أدوية الأم والطفل زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين حضراتكم. تمام، احنا بنبص نظرة سريعة. كمان برضو مستلزمات الطبية، زي كمامات، نسبة قياس السكر في الدم، زي ما احنا شايفين كده. كل ما يخص المستلزمات الطبية. وهكذا. دي كانت فكرة عامة عن موقع الصيدلية، بحيث ان هو زي نظام الصيدلية بتبقى متاحة بالنسبة لنا. بنكتب طلباتنا سواء بالروشتة او بندور على اقسام معينة زي ما احنا شايفين. طبعا كاتبين على الموقع جميع الادوية يتم صرفها من صيدلية مرخصة
سهلنا الطلب عليك، تضف صورة الروشتة واكتب طلبك واسم المنتج. أقسام اللي عندهم زي ما احنا شايفين: فيتامينات ومكملات، مكياج واكسسوارز، عناية البشرة، عناية اليومية، أدوية بكل مختلف يعني طلباتها. عروض الشفاء طبعا عاملين عروض زي ما احنا شايفين، والمنتجات الأكثر مبيعا زي ما هم حاطين، منتجات الشعر الأكثر مبيعا، وأنواع الصن بلوك، وأنواع والماركات اللي بيتعاملوا معاها، وبيغطوا كل احتياجات الصيدليات وفي أي مدينة بالظبط. وممكن تسأل صيدلي، ممكن منتج مرخص، 41,000 منتج مرخص. تمام. ودي آراء الناس اللي هي اتعاملت مع شفاء اللي هي صيدلية إلكترونية. طبعا دي فكرة جديد، انه طبعا كله بيروح للصيدلية، لكن حتة ان يكون في صيدلية على موقع إلكتروني وبتعمل زي كأنك في صيدلية بالظبط، فدي حاجة محترمة جدا. طب تعالى وفر دي وفر دي، نشوفهم بيعملوا ايه. طبعا اكيد عاملين عروض هنا على المنتجات زي ما احنا شايفين. تمام. طيب، تأمين طبي طبعا لو حد له مثلا تأمين طبي مثلا مشترك فيه، بيضيف الصورة هنا واسم الكارت واسم شركة التأمين واسم وصورة كارت التأمين وش وظهر، وطبعا البيانات، ويكتب إتمام الطلب. وفي طبعا خدمة عملاء بحيث ان هو دي بياناتهم زي ما احنا شايفين وتطبيقاتهم، والناس دي مرخصة طبعا، مفيش اي قلق منهم. فكرة انه صيدلية على موقع الكتروني دي في حد ذاتها خطوة جميلة جدا، بحيث انه الواحد مثلا حتى لو تعبان ومش قادر ينزل يقدر يطلب من خلال التطبيق الدواء اللي عايزه، او المستلزمات الطبية، او اي منتج طبي بيتباع في اي صيدلية. بشكركم على استماعكم، ويا ريت ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، وبرحب بأي تعليق سواء نقد أو سواء يستفسر عن أي حاجة. وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أكون شرحت شرح مختصر لفكرة موقع شفاء يكون صيدلية على موقع إلكتروني. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.